السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلقة فاضيين؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير، وطبعا عيد سعيد وكل سنة وانتم طيبين. وخلاص بقى عيد والدنيا انت فاهم، فانا عايزك بقى تروق الدنيا كده عشان انا جايب لك النهارده نسخة العيد، النسخة اللي هتقضي بقى العيد حرفيا مكتسحة المجال دلوقتي قسما بالله. النسخة دي فيها شوية إضافات ومميزات كلمة طرش عليهم بمعنى الكلمة دي قليلة. فطبعا مفيش بقى مقدمة بقى ولا الشغل الفاضي ده عشان مفيش وقت، النهارده واقفة بالليل تمام ومفيش وقت خالص. فانا عايزك بقى كده تنزل تصلي على النبي في كومنت وما تطنش كده، وتنزل تخبط اللايك بتاعك، وتنزل بقى كده تحط اشتراك للقناة وتفعل الزر عشان يوصلك كل جديد، ان كده كده انت اللي مستفيد. تمام. وبس كده بقى نخش على الشرح على طول. انا جايب لك دلوقتي افجر نسخة واتساب في مجالك حرفيا، هو تحديث واتساب ميكس تمام زي ما احنا متعودين. طيب. طبعا النسخة اللي هي البنفسجية في ناس ما عرفتش تنزلها، وفي ناس طلبت منها تحديث والكلام ده. فانا ان شاء الله هعوضها لكم وانزل لكم نسخة تانية برضو بنفس الالوان ونفس الشكل الجامد دوت. تمام. مرة تانية، المرة دي بقى انا جايبها لك بالنسخة باللون الازرق، حاجة طرش كده في المجال، لان انا منزلك قبل كده باللون الاحمر كتير قوي. فاللون الازرق المرة دي بقى هنقضي بالعيد. تمام. بس في نقطة، أولا النسخة مضغوطة بباسورد مكون من رقمين في رقمين في رقمين، هقولهم بصوتي أو هيظهروا على الشاشة فأنت تتابع الفيديو ما تقدمش ولا تأخر علشان تعرف. يعني النسخة مكونة من 6 أرقام. تمام تمام. طيب. عندك دلوقتي أول حاجة أنت هتخش المتجر توقف الحماية، طبعا كلنا عارفين موقف الحماية إزاي. لو أنت لسه أول مرة تعرف تمام، هتخش على أي فيديو من الفيديوهات اللي قبل كده هتشوفني وأنا بوقف الحماية في أي فيديو نسخة واتساب عندي، هتلاقيني بخش أوقف الحماية في الأول عشان بس أكسب وقت في الفيديو دوت. تمام. طيب. دلوقتي انت هتخش، انا هوريك هتنزل النسخه ازاي بعد ما توقف الحمايه، بس قبل ما تنزل النسخه هتخش معايا على جوجل كروم كده، علشان في مشكله هتواجه بعض الناس مش كل الناس. تمام. والمشكله دي ما واجهتنيش انا شخصيا بس، لان في واحد انا بعت له النسخه واجهت معاه المشكله دي. تمام. هتيجي هنا وتكتب آه تنزيل واتساب. تمام. جي بي. تمام تمام. هتخش على اول واحده اللي هي الموقع الجي بي الرسمي دوت، اول موقع يظهر لك تخش عليه كده. تمام. وهتدوس تحميل جي بي واتساب. تمام تمام. بعد ما تحمل نسخة جي بي واتساب ديت. تمام. هتلاقي النسخة دي طبعا انت قبل ما تنزل النسخة دي بقى وتثبتها وكده هتحمل ايه نسخة جي بي واتساب. تمام. انا اشوف هي اصلا موجودة عندي في التنزيلات ولا لا. اهو زي ما انت شايف ادي النسخة اهي، جي بي واتساب برو في 26.30. برضه دوستك عليها تحميل شوف هي اللي عندي ولا لا. بص هي مش هي دي الموجودة. تمام. سواء انت نزلت ديت او مثلا نزلت من موقع ابو صالح، مثلا لو كتبت جي واتساب ابو صالح، هو عامة اي نسخة منهم هتنزل معاك. تمام. هي دي يا جدعان، هي اللي من موقع ابو صالح في 26 في 30. هتخش على اول لينك. تمام. وهتدوس على ايه تحميل مجاني. تحميل مباشر. دوس تشيل الاعلان دوت. تمام. هي دي هتنزلها وهتشغل على الرقم بتاعك، سواء هتشغل رقم او اذا كنت هتشغل ربط جهاز. بعد ما بتشغل عليها بتقوم جاي داخل على النسخة الجديدة اللي انا منزلها لك، بتثبتها. وبعد ما بتشغل رقمك عليها اول ما تثبت على طول بتلاقي النسخة الجي بي دي حولت للنسخة بتاعتي على طول، التحديث بينزل فيها. تمام. والنسخة بتشتغل معاك بدون اي مشاكل. بص انا لو جيت انزل دلوقتي هيقول لي ان هي ايه هتنزل ملف مرة اخرى او حاجة زي كده، بس هي عموما هي دي. تمام. ادي الصفحة اهيت بالاصدار ده، الاصدار اهو، علشان بس ايه محدش ينزل اصدار قديم. تمام. وهتدوس اضغطين للتحميل. حمل هو حوالي 15 ثانية كده. تمام. دوس تنزيل الان، او بيقول هات التنزيل ملف مرة اخرى كده. هي النسخة اللي عندي. تمام تمام. طيب خلصنا بقى من دوت. طيب دلوقتي انت اتفرجت على الفيديو مثلا، الفيديو هيحولك فين؟ انا هسيب لك لينك في الوصف، اللينك هيجيبك عند القناة بتاعتنا الجديدة اللي هي اللي فوق دي، لان القناة القديمة اللي تحت اتحصلت. تمام. فانا ان شاء الله هنزل لكم هنا وهنزل لكم لينك التحميل ايه هنا. تمام. انت هتخش هنا هتلاقي الرساله وكده، لازم تشترك في القناه من تحت وبعدها تخش على لينك التحميل. تمام. هيدخلك طبعا على قناه التليجرام بتاعتنا، وهتلاقي الملف موجود قدامك في التليجرام مباشر، هتنزله. تمام. وهتدوس عليه وهتعمل فتح باستخدام الزي ارشيف دوت. تمام. بعد ما تنزله من المتجر
فانا هقول لك دلوقتي هتظهر معاك على شكل ايه. ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده فين هي؟ اهي، هي دي النسخه، هتبقى موجوده كده، هتنزلها وهتفتح الملف هتلاقيها كده، هتدوس عليها وتدوس مشهد، وهتدوس على اي بي كي وتدوس تثبيت، وهتكتب الباسورد اللي هو هيطلبه منك، اول رقمين من الباسورد 10، اول رقمين 10. اما نخش على النسخه ونشوف العظمه اللي جوه. قسما بالله نسخه مطروشات من عالم تاني. تعالى يا باشا. طيب يا حبيب قلبي، عندك يا باشا النسخه، عندك هنا دردشات، مجموعات، تحديثات، مكالمات، مجتمعات، تمام. وعندك هنا دي اول خلفيه فيديو، دي اول خلفيه فيديو، تمام. زي ما انت شايف حاجه طرش قوي في الفخامه، تمام. وعندك هنا دي خلفيه فيديو برضو، رسوم متحركه كده على الهادي، تمام. وعندك هنا دي تالت خلفيه فيديو، حاجه ممنوعات من عالم تاني، تمام. ده دول غير الخلفيات اللي جوه. تعالى كده معايا، تمام. نمسح بس ديت، تمام. عندك ادي اول خلفيه فيديو اللي هي الخلفيه متحركه ثابته، وادي تالت خلفيه فيديو برضو حاجه مود جامد، تمام. وادي تالت خلفيه فيديو معانا، تمام. حاجه في الرايق منه، تمام. عندك هنا طبعا النص التفجيري وتعديل النص التفجيري واللايك والقلب والايموجي وتحديث الواتساب والبرايفسي بتاع النسخه، تمام تمام. طيب تعالى نرجع كده، نخش على الثلاث شرط: خصوصيه، تحديث جي بي واتساب، اضافات هتلر. وعندك جدول الرسائل، رد تلقائي، اعاده تشغيل واتساب، رسائل رقم غير محفوظ لو الرقم مش مسجل عندك، وكراتب كل الكلام ده، تمام. خصوصيه طبعا انتوا عارفين الشغله دي كلها طبعا، مش محتاجين ان انا ايه اقولها لكم، تمام. تعالى نخش باشا على اضافات هتلر هيك، تمام. زي ما انت شايف البروفيسور الرايق بالخلفيه المطرشات دي، حاجه موت من الاخر، تمام. خش يا باشا، عندك هنا اضافات هتلر، حمايه خصوصيه، سمات، اعدادات عامه، شاشه رئيسيه، شاشه محادثه، الاشعارات، اداره الرسائل، اعدادات الوسائط، مؤثرات التنقل ونسخ الاحتياط وتنظيف واتساب ميكس، والويجت والتحديثات، وحول واتساب ميكس، تمام تمام. طيب دلوقتي طبعا الحمايه الخصوصيه عارفينها، والسمات عادي انت بتخش تضيف سيم بقى، عايز تحمله من الملف ايا يكن، تمام. عايز تلغيه بتعمل اعاده ضبط. الشاشه الرئيسيه هنا بقى لو عايز تغير في الالوان وحاجات النسخه العب فيها براحتك، تمام. ومؤثرات التنقل بتاعت الصفحات والكلام ده، تمام. إعدادات الوسائط هنا بتخليك مثلا تنقل يعني ترسل بقى فيديوهات مثلا اللي هي بجودة عالية بقى والكلام ده، طبعا انت عيد بقى، انت فاهم، هتقعدوا تبعتوا صور فيديوهات طول الليل، تمام. خش يا باشا على شكل البرايفسي الطرشي ده، افجر هتلر على الكوكب، تحديث واتساب ميكس، تمام. عندك هنا يا باشا حرر واتساب، وعندك هنا اليوتيوب بتاعنا، وعندك هنا قسم الحماية، اضافات هتلر في 2، قسم الوثائق، مش تزويد مشاهدات الستوري، اضافات جديده، تغيير شكل النسخه بلس اضافات طرش، وخلي شكل النسخه ايفون، وتفكيك وقت الريكورد، والنسخه احتياطي، تمام. خش على اول حاجه عند قسم الحمايه، عندك هنا يا باشا منشن جماعي شغال 100%، ورابط مشبوع، تعقيل الايكون تجيف اللي هي في عامه الفيديوهات، تمام. وتعقيل الايكون تجيف على الصفحه، وشوف مين اللي بياخد او يديك ادمن، والغايه ملصقات تكلفه 75% من النص، عرض مكافحه الكراك، ونص ضد للكاش، وضد اتروس في 1. وعندك هنا اخطاء مكافحه التباطؤ لو النسخه بتاعها معاك، تغيير لون النص، تغيير النص 2، وضد للكسر، تمام. وعندك علامه فوريه، تمام. وعندك هنا الرساله المنتهيه الصحيحه بتفعلها، الرساله بتظهر معاك لو متشفره، بس بعد ما تعمل لها ايه اعاده تشغيل النسخه. عندك الغسل من الحشرات، وحرق النسخه بمكالمه، تمام. فعل المكالمه يا باشا، ورن على واحد وحرق نسخته مضاد علامه التخلف، كتالوج الحلقه، ابعت رساله على السنيه كتالوج. وعندك هنا قصه نص في الشات، وحصل ضد الاستجابه، الغاء الاتصال، الغاء الاتصال، الغاء تاخير السي تي تي، لا تتلقى الميل، تمام. وعندك هنا صفحه ويب دائريه، وتعديل رابط، وتعديل ولون الرابط عامه اللي هو بيحدد لون الرابط، تمام تمام. خش يا باشا على الاضافات كده، عندك هنا وثق رقمك من حظ، اظهار جميع مجموعه ملصقات اللي هي الملصقات الاضافيه بتاعت النسخه، تمام، بتاعت المطور ابو صالح. وعندك هنا يا باشا عكس رسائل الحظر الارقام وشغاله 100%، واشوف اوريك قدامكم في الفيديو دلوقتي. عندك الغاء الموقع وتقليل عشان المساحه، تقليل التخزين اللي هو بيقلل من بيانات النسخه، واجهة مستخدم الجهاز المناعي، تجاوز تأخير الإشعارات لو النسخة بتجيب لك إشعارات متأخر 20 ثانية أو كده، دي بتعالج معاك المشكلة دي. بتم إعادة توجيه عدة مرات، فعلها هيظهر إن هو أنت عملت إعادة توجيه عديدة. عندك أخفي الأرقام اللي مش متسيفها، هتلاقيها كلها متسجلة تسعات كده، مش ظاهرة لها أصلا حتى رمز دولة. توقف عن رؤية الدردشات، هتخفي الدردشات، حد أحرف الاسم، حد شخصية الدولة، تمام. ورسائل غير مقروءة، وصفحة رسائل لمكافحة التباطؤ، ووضع الدفاع عن النسخة لو في حد بيرمي عليك كراش، وعدم استلام الصور. وعندك هنا تفعيل صور بالذكاء الاصطناعي. طبعا قسم الوثائق عندك فيه زي عنوان المستند والغاء المستند، تمام. خش يا باشا على القسم اللي بعده اللي هو تسجيل شهادات الستوري. عندك ارفع نفسك ادمن فيك اللي هو ادمن تلقائي، وعندك زياده شهاده الستوري، وعندك عرض الروايات في 1 وفي 2 وفي 3، تمام تمام. خش بعدها يا باشا على اضافات جديده اللي هي بقى قسم الحمايه بقى، تعطيل الصوت، قفل الواتساب عند استلام فيروس، فعال لو حسيت ان في حد داير عليك فيروس او كراش، خطأ في مكافحه التعطيل، تمام. وعندك هنا كراش بتاعه، وتعمل جروب وتعمل واحد كراش، تبعت له الدعوه هتقلب بكراش، ضد الروبوت الجديد. وعندك روبوت ضد الاخطاء، تمام. وعندك عربة الانجر بي. وعندك هنا ضد جميع انواع الحظر، تمام. وعندك هنا عوائق انهيار المناعه لو النسخه بتجيب لك انهيار، وضد اخطاء. وعندك هنا ملوش لازمه. وعندك الغاء تعطيل الاتصال. وعندك ايه تعطيل بسيط لمكافحه الاخطاء، تمام.
عندك كده طبعا ضد عوائق الانهيار دي بتساعد النسخه لو هي بتجيب لك انهيار او كده، هتساعد النسخه معاك شويه. تمام. خش يا باشا على تغيير شكل النسخه. طبعا عندك هنا لو انت عايز بقى تغير، عندك هنا اول حاجه موقع ويب خاص بالنسخه نفسها. تمام. وعندك هنا غير نيمك من الكيب، يعني النيم اللي هو بيبقى موجود على الكيب لو عايز تغيره. وعندك هنا غير رقمك لو عايز تغير رقمك بس يبقى ظاهر عندك انت بس. وعندك هنا لو عايز تعمل رومات قديمه بانشاء قديم تكتب التاريخ اللي انت عايزه وتعمل الروم. وعندك هنا طبعا تأثير الموجة. تمام. تمام. طيب هنيجي نفعلها كده يا باشا ونطلع نبص على فيش الرسم. تمام. تمام. والباقي ده مش متعرب عشان هي كده كده كلها اصلا حاجات لتعديل في شكل النسخه، وهي النسخه اصلا مش محتاجه، النسخه لوحدها شكلها كده دمار. عندك هنا خلي النسخه ايفون بقى، لو عايز تقلب بقى ستايل البيت ايفون ومش عارف ايه والشغل ده، انت يا باشا عيش حياتك في النسخه وغير فيها براحتك واعملها بالشكل اللي على مزاجك. انا بس بديك ايه المعلومات المهمه دلوقتي. تمام. تقدر تغير الايقونات في النسخه كل حاجه. عندك هنا في وقت الريكورد. تمام. تفيك وقت مده الفويس 1 و2 و3 و4 و5. تمام. تمام. تبعت الريكورد ثانيتين يبقى ظاهر عند اللي قصادك ان هو 10 ثواني او كام او ساعه حاجه زي كده. تمام. وعندك طبعا ده النسخ احتياطي لو عايز انت تركب ايه ملف للنسخ. تمام. تمام. طيب انت لحد دلوقتي ما خدتش الباسورد، ثانيه واحده. طيب يا حبيب قلبي خد تاني رقمين عندك من الباسورد، الا هما 20، تاني رقمين 20. تمام. تمام. طيب انا دلوقتي عندك هنا طبعا قطع نت. تمام. وعندك هنا وضع النهاري، وعندك هنا وضع الشبح. تمام. وحرفيا وضع النهاري برضو طرش زي الوضع الليلي، بس انتوا عارفين ان انا بحب اشرح الوضع الليلي، بس حرفيا النسخه سواء في الوضع ده او في الوضع ده اجمد من بعض، حاجه موت الموت قسما بالله. تمام. وعندك هنا طبعا لو عايز تحدث من قناه الواتساب من قناه الرسميه. تمام. خش على الواتساب الموقع الرسمي هيدخلك عندنا على اليوتيوب، وعندك من قناه التليجرام يدخلك على التليجرام بتاعنا. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب بقى تقدر اخوك بلايك وشير وكومنت رايق منك كده. تمام. خش اشترك في القناه وفعل زي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده خد عندك اخرك من الباسورد هيكونوا 30. سلام.